سكينة؟ ايه اللي جابك هنا يا سكينة؟ أني حار نروح في أي حتة تعجبني. أنا قصدي يعني أنت واقفة هنا ليه؟ جرى إيه يا محمد؟ أنت هتحقق معايا؟ يلا يا حبيبي روح شوف حالك، وريني عرض قفاك. هو كان ايه اللي حصل لده كله بس يا سكينة؟ أحي أنت جاي تسألني دلوقتي إيه اللي حصل؟ يلا يا أخويا أنا مش فاضيالك. مش فاضيالي؟ أنت مستنية مين هنا؟ وأنت مالك؟ مستنية جوزي. خلاص استريحت؟ روح بقى شوف حالك، مش عايزاه يجي يشوفك واقف معايا ولا يذبحك. مدغور بقى. عبد العال. سكينة أخرج. عملتها يا ابن اللئيمة. سكينة. عبد العال ايه حكايتك يا راجل؟ تغيب عني يومين، هو في ايه؟ أصل الكوروديا كاره عليا شوية بلطجية، منعوني من دخول الحارة. الكلام اللي بتقوله ده هو يستجري يعمل كده؟ أهو ده اللي حصل، كانوا عايزين يضربوني يا سكينة، فضلوا تلككولي عشان أدخل معاهم في عركة، أنا قصرت الشر ومشيت. يعني ايه؟ مش هتيجي؟ أني بنقول يعني نتقابل بره اليومين دول لحد الكوروديا ده ما يغور في 60 داهية ويسافر. انت هتيجي معايا وبقى وريني مين يستجرى يتصدر لك واني نحش لك رقبته. الطيب أحسن يا سكينة. بنقول لك إيه، ما تيجي نمشي شوية كده ناكل لقمة في أي حتة. أنا نفسي نفسحك يا بنت، نفسي ناخدك كده نوكلك أكلة سمك في أبو قير. ماشي بس على حساب يعني اللي هندفع. ما تفرقش كتير، ما تفرقش، المهلبية تدفع، الزبيب يدفع، ما فرقتش يا حسن. يلا بينا. استنى يا احمد. مرحبا يا حسب الله. على فين؟ طالع لمراتي. ما بلاش وجع القلب ده بقى يا احمد. يعني ايه ما بلاش يا حسب الله؟ دي مراتي بالشرع والامين، وبعدين بقالي يومين واسافر، بلاش اشوفها. طيب ابقى خدها على الهادي كده واستحمل كلامها الرزل. ربنا يسهل. تحب اجي معاك؟ انت شايف ايه؟ انا بتهيالي هخلي ريا تتكلم معاها الاول. ولك عين تيجي هنا تاني يا جبان؟ بقى مش قادر عليا اخويا جايب له رجاله يضربوه، طب اني بقى اللي هنضربك. سكينة شايفة ام بديعة؟ شايفة اختك بتعمل فيها ايه؟ انا بس عامل حساب لقعدتك. كفايه كده يا سكينه، مش اصول امال. يا بنت ده مهما كان جوز الندامه ده هنشرب من دمه كده يا سكينة كده بتضربيني عشان حتة واد ما يساويش طورة؟ عمل فيكي ايه؟ لحس مخك ازاي؟ بنحبه يا ابن المؤذية، بنحبه. انا بحبك اكتر منه. ما تلم نفسك بقى يا بارد. اختشي وخلي عندك نخوة وعزة نفس. اخي يا اخي على طاعتك، انا مش عارفة كنت معاشراك ازاي. الصراحة عندها حق، دي واحدة وحشة وماشية مع راجل تاني، أنا لو منك نطلقها ونديها بالجزمة. كده؟ طيب يا سكينة، انا كنت اخليكي تيجي تتحايل عليا وتبوسي رجلي ما بقاش انا. انت ليك لسه عين تتكلم يا علة الرجالة يا حلوف، وديني ماني سايباك الا ماني مقطعاك وقطع النفس. بس يا سكينة قول بك يا رايح. سيبيه يا بنت، يا بنت سيبيه يا بنت. بس يا سكينة. سيبيه يا بنت. شاهدة يا رايا. سيبيه يا بنت، سيبيه. غور بقى، الله يخرب بيتك، الضربة كل خطوة على ظهري. معلش يا اختي غصب عني. لا عنك انت بقى، خلصنا بقى في ليلتك دي. ما تضربوني يا ولاد الكلب. طيب يا ليلة الاصل، وحياة امك لا اعرف ازاي اعاتبك. هتشوف يا سكينة انا هعرف ازاي اخد حقي. انتوا اتخانقتوا تاني يا ابني؟ ما انا قلت لك دي مره بايعه سيبك منها. لازم يا حسب الله اخد حقي، لازم اخد حقي. دول ايه نكره للجميل؟ الحق عليا انا اللي توبتها ولميتها من الشوارع وسطرتها، لكن يظهر ان مفيش فايده، اللي فيه طبع عمره ما بيعرف يبطله. وطي صوتك، بلاش فضايح. يا سلام، ولما انت خايف من الفضايح كده ازاي تسمح لراجل غريب يخش على اخت مراتك وجوزها جايب؟ بالذمه انت راجل؟ ما تبطل تلبيخ يا جدع انت، الله ما تحترم شخصيتك. سيبني انا هعرف اتصرف معاها. يا سلام، هتنامني تاني يا حسب الله. لا انا مش هنام،
انا هفضحكم وهطربها على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم. انا بقى عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده، عارف الشغل اللي بيحصل هنا يا حسب الله. بنقول لك ايه، من يوم ورايح مش عايزك تكون ليك اي صله بالناس اللي قدامنا دول، ولا كانك تعرفيهم من اصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم طلع سكالانس. سكة ايه؟ يعني ايه يا اخوي؟ سكالانس يعني اي كلام اي كلام. والراجل اللي قاعد معايا طول النهار على القهوه ده طلع طرطور، ونسوان بيته ماشيين ماشي بطال. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ اني من ساعه ما سكنوا ما شفتش منهم حاجه، لا كده ولا كده، والناس في حالهم. يا وليه هو انت دريانه بحاجه؟ انت دريانه بحاجه؟ مش معقول الرجاله اللي طالعين داخلين طول النهار دول زباين عند الدلاله ولا زباين عند الخياطه. ليه؟ كانت فاتحه مانيفاتوره ولا فاتحه مشغل؟ حرام عليك ما تظلمش الناس، دول ناس كافين خيرهم شرهم وفي حالهم. اني سمعت بوداني لولية اللي اسمها سكينه ديت ضربت جوزها عشان صاحبها. قال ايه والطرطور يقول على صاحبها انه جوزها، ويقول على جوزها انه اخوها. ها مش بقول لك سكالانس. اسمعي يا ولية، من يوم ورايح اختك دي ما تدخلش البيت ده نهائي. مش كفايه انها بتشتغل علمه في الافراح واحنا ساكتين وقافلين حنكنا وعمالين نقول ايام سودا وهتعدي. عجبكم فضحتنا في الحاره؟ اودي وش فين من الناس؟ ده حتى القهوجي طردني من القهوه وقال لي ما تجيش اقعد عندنا. ما تفلقنيش انت كمان، انا مش ناقصاك. مش كفايه الراجل اللي عايزين تضيعوه من ايديا؟ واخرتها يا سكين جوزك ومش راضي يطلقك، وعبد العال والناس عرفوا انه مش جوزك، يعني يدخلوا هنا هيشبهنا. هاي ايه يا اختي؟ هيشبهنا. هو احنا لسه هنتشبه؟ لا هو انتوا فاكرين الناس عمي؟ مش شايفين اللي داخل واللي خارج، ولا عارفين جوزك بيشتغل ايه؟ ما كفايه بقى يا وليه، ما هو كل المصايب بتيجي من تحت راسك. ليه يا اخويا؟ هو اني ماليش حق نحب ويبقى لي راجل زي بقيه النسوان؟ في الحلال يا سكين، في الحلال يا اختي. وهو اني عارفه نطول الحلال؟ ما هو اني بنحبه ومش عارفه نتجوزه. خلاص يبقى كل حي فينا يروح لحاله. ما هو لا مؤاخذه كمان ما ينفعش نتأذى كل مره بسببك. ريح نفسك يا حسب الله، اني مش هنسيب البيت ونمشي. وزي الناطع جوزي ما هو راكب نافوخه ومش عايز يطلقني، اني كمان هنركب نافوخي ومش هنمشي ومش هنسيب مطرحي ابدا. واني بقى عندي زبايني اللي يضربوا زباينكم، وابقوا فرجوني هتعملوا ايه. سلامات يا اخي، رد السلام، ده السلام لله. روح الله لا يسلمكم. اهلا اهلا بالجمال واللطافه يا ست الحسن والحلاوه. ازيك يا معلم حسب الله؟ انا اللي معلم، ده انت اللي معلمه وزي القمر. لا امال فين رايا؟ رايا زمانها جاي، الزبون هنا ومستني على نار. نفسه بقى تعمري له الجوزه وتهزي له وسطك الحلو ده. هو حلو بعقل. اختش يا معلم حسب الله، رايا تزعل مني. ما تزعل ولا تشرب من المالح. هي مين دي اللي تشرب من المالح؟ مالح؟ حد جاب سيرة المالح؟ اخرتي ليه يا عديله؟ الزباين زهقت وكانوا عايزين يمشوا. بنتك لسه جايه لي من شويه. شوفي البيت اللي عايزه حش رقبتها، ده احنا باعتينها يجي من ساعه. واقفه عندك بتعملي ايه يا عديله؟
تعالي هنا يا اختي تعالي. رايح على فين يا يتيم؟ انا جاي نشوف ايه اللي بيحصل في البيت ده. بصفتك ايه؟ بصفتي جوز اخت الحرمه اللي دخلت دلوقتي. انت فاهم انها وكاله من غير بواب؟ ايوه وكاله من غير بواب. اوعى عادل يا هلا، اوعى من وش بقول. حكمت المحكمة حضوريا على كل من حسب الله سعيد مرعي، وريا علي همام، وسكينة علي همام، وعديلة جابر الكحكية ب6 شهور مع الشغل والنفاذ. كما حكمت على كل من أحمد إبراهيم أبو الشام، ومصطفى علي حسنين، وسيد عبد الأقرع، وعلي فتوح أبو سنة، وأم حسين سيد هاشم ب3 شهور مع الشغل والنفاذ. البت بديعة لا حس ولا خبر عنها من ساعة ما حطوها في الملجأ العباسي. والتاني راخر حسب الله مشيعني يقول لي انه هيهج ويروح يشتغل في السلطة. ما هو من يوم المخفي عربي ما راح على السلطة وسبع البرومبا مروح وبيوزع عبد العال. يعني كلها اسبوع ونخرج. حق ده لو عمل كده انا مش عارفه نعيشه ازاي ولا ناكله منين. ده لو عبد العال عملها نطب ساكتة. هو اني لحقت نتهنى؟ شوف اني بنقول ايه وهي بتقول ايه. هو انت خلاص يا بنت البطال بقى كيف عندك؟ طب زمان كنا بنقول بكره تعال نخرب بيتك وبكره بتاع كده ما بيجيش ابدا. يعني الراجل اللي بنحبه يطير من ايدي يا رايه وعاوزاني نفرح؟ ده اخر صبر يا اختي. طب ما حسب الله اخر الصبر، ما بنعملش عليه كده ليه؟ ابقي بصي لنفسك في شقفة مراية وانت تشوفي شكلك بيبقى عامل ازاي وانت واقفة قصاد سبع البرومبا. يعني هنتخم ده احسن. اترازي يا بنت هنا اقعدي عشان تقعدي تسمي بدني بالكلام وتلقحي عليا. بتقولك يا بنت اترازعي هنا، عايزين نشوف هنفكروا نعملوا ايه في المصيبة دي. بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي السلطة خدت ولدي. يا بلدي. بالك يا حيلة أني لو نقدر كنت ندخل السجن بدلها. ايش تصدق بيا حيلة أني لو كنت موجود كنت خدت الحبسة بدلها وفديتها برقبتي. ده مين الحرمة العافية دي اللي اتولت نافوخك؟ دي لازم مرة حلوة قوي. حلوة، هي حلوة بعقل، دي مهلبية وزبيبها زيادة. هي كلها كام يوم وتخرج. تصدق يا حيلة أنا بنعدهم بالليالي والساعات. بس يا خسارة، بس يا خسارة أنا مش هبقى موجود. عشان كده مصاريني متحاشة.
يا راجل حد يسوق حرمة تولى دماغه ويهج على السلطة. واني بنهج ليه يا حيلة؟ الحالة غصبت خلاص، نشفت، مبقناش لاقيين الوضع. الحال وقف والعواطلية بيزيدوا يوم ورا التاني، والناس يا ولدها اللي بيفطروا مبيلاقوش لقمة الغدا. بالك يا حيلة الناس فاضل تعض في الأرض بالجوع، دول بيدوروا في الزبالة على لقمة عشان ياكلوها. الرزق شح، الرزق شح. النسوان طفشت من بيوتها، الدكاكين فلست، أصحابها سكوها وقعدوا على أبوابها. محدش عارف يا حيلة، محدش عارف اللي جاي شكله ايه. أنا الفكرة دي جت في نافوخي من ساعة ما كنت بنروح لحسب الله قبل ما يصفروه. فكرة المرة دي يا ريا، مش عايزين يا اختي نتحبسوا. يا بنت اللي هنتحبسوا ولا نيلة. فاكرة الكامب اللي أنا كنت بنروح لحسب الله فيه؟ أيوة، ما انت حكيتيه. أيوة بس ما حكيتلكيش الأهم. الكامب اللي في الوسعية ده بيقعدوا فيه المتطوعين قبل ما يصفروهم السلطة. يا اختي ما يقعدوا زي ما يقعدوا واحنا مالنا. يا بنت اصطبري على رزقك. احنا لو استلقطنا لنا بيت قصاد الوسعايه نضمن زباين من الرجاله اللي قاعدين دول لا شغله ولا مشغله. يا اختي وهنعملوا بيهم ايه ولا هننيلوا بيهم ايه مدام عواطليه؟ دول بيعلفوهم وبياكلوهم وبيدوهم فلوس كمان، ده غير العساكر الانجليز فلوسهم حلوه قوي. قلتي ايه؟ خرب بيت نافوخك يا ريا، ده انت عليكي تماخيخ. خلاص انا ما عجبتك الفكره شاركيني. نشاركك. يبقى ما ناقصناش الا البيت. أنا لقيت لكم مطرحين في بيت قريب من الجهة اللي انتوا عايزينها. مطرحين بس؟ يا اختي الراجل اللي وصيته قال لي ان البيوت اللي هناك كلها ساكنه، اصلها بيوت من اياها، وكل اللي بيشتغلوا في البيوت دي ساكنين فيها. والمطرحين دول عاملين ازاي؟ يا اختي الراجل قال لي ان في مطرحين ساكنين ومطرحين فاضيين، واحد في الاولاني وواحد في القط التاني، بس اصحابهم طول النهار في شغلهم ما بيرجعوش غير لما الليل يتمسك. نتفقوا ولا تشوري جوزك؟ هو فين جوزي ده الا شوره؟ انا جوزي ما خلاص راح السلطه واللي كان. هو ايه اللي حصل للرجاله يا اخواتي؟ جات لهم شوطه اسمها السلطه؟ اسكتي يا مريم، ما تقلبيش عليا المواجع. داني من غير عبد العال حاسه ان الدنيا طعمها ممرر. يا وليه يا اختشي، ده انت متجوزه وعلى ذمه راجل. راجل؟ الراجل قال شلا يا راجل، ده نقطع، ده عرة الرجاله. انت مش كنتي اتخانقتي معاه؟ بس ساب الخرج بتاعه عندي ومشي، وفتشته لقيته جايب لي هدوم ولقيت ورقه ب10 جنيه. والله انت لو لفتي الدنيا بحالها ما هتلاقي زي احمد رجب ده. بقى يا وليه بعد ما تشتميه وتضربيه تاخدي فلوسه وتقولي لامك في العشه ولا طارت؟ القلب وما يريد. هو اني يعني كنت عارفه اني هنشوفه عبد العال وتندهني النداهه؟ احي عليكي يا بت، انت مش ناويه تنعدلي ابدا؟ ايوه والنبي يا اختي نصحيها اللي احنا غلوبنا فيه. يعلم ربنا سكينه دي عندي ايه، داني عدها اختي. والله ربنا يديم المعروف. شاكرين افضلك يا ست. نقوموا احنا بقى عشان ما نعطلوكيش. انست وشرفت، ما تبقيش تعوقي علينا يا بت يا سكينه، انا توحشيني يا بت. اني نقدر؟ هو اني ليا حد في الدنيا غيرك؟ ربنا ما يحرمكوش من بعض. دكتور ست رايا، ست رايا. مش عبد الموجود، تعالى. سايباكم من صباحيه ربنا، لا حاجه اتعملت ولا حاجه خلصت. ايه حسبي. تعالى يا اخويا، تعال نطلع فوق. فوق فين؟
ايه اللي فوق فين؟ تعال ريح فوق. اطلع مالك في ايه؟ يو ما تطلع، مالك عامل كده؟ الله صعبان عليا في الروحه والجايه وقفتك في لمحه الشمس، ده انت دماغك اتقورت يا راجل. يا اهلا يا اهلا. ما تهم كده، امال فين عفيتك امال؟ يا اهلا يا اهلا. تعال يا اخويا خش تعال. ما تخش يا اخوي، خش خش ما تخافش، خش. انا عايزاك تدوق طبيخ، اقعد كده وريح كل. يا اهلا وسهلا. والنبي ده انا صعبان عليا وقفتك كده طول النهار، شقف شقف. عجبك طبيخي؟ تسلم ايديك يا ست الكل. كل يا اخويا، كل واشبع واملى بطنك، في تاني. ربنا يخليكي يا كريمه يا اصيله. بص يا عبد الموجود، انا يا اخويا عايزاك تخلي بالك وتفتح عينيك لاي حاجه تحصل تخصنا في الكراكون. اصل احنا عدونا كتير والوغش اكتر. اي حد يقدم بلاغ تقول ده كذب كذب، ده ناس بترمي بلاغها وجدتها على النسوان الوحدانيه. تاني هقول لهم دول اشرف ناس، والستات اللي بتروح لهم في منتهى الادب. لا لا، انت مالكش دعوه بالنسوان اللي عندنا خالص. اصل دول يعني حبايبنا وبياخدوا عندنا كده شويه وبيمشوا على طول. بس حبايبك كتير قوي يا ست رايه، كتر قوي. حلوين يا عبد الموجود. هم حلوين بعقل، دول يطيروا النافوخ. انت متجوز يا عبد الموجود؟ ايه؟ ومراتك فين؟ نقصد يعني هي عايشه وياك هنا؟ لا، في البلد. حلو يا عبد الموجود. دي غولة تيجي ايه جنب النسوان اللي حبايبك يا ست رايه؟ بالك انت لو شديت نفسك معانا كده واشتغلت معانا حلو، اني هنمنجهك وهنجوزك واحده منهم. طب هو ما ينفعش اتجوزك انت يا ست رايه؟ الله يخرب بيتك، ده انا متجوزه ضرفة باب لو عرف ياكلك. طب هو فين؟ انا ما شفتش حد لا معاكي ولا مع الست سكين. نصيبنا جوازاتنا مسافرين. يخرب بيوتهم، بحد يسيب القشطه دي هنا ويسافر ويهج بره؟ تاني لو مكانهم كنت البدلكم هنا. انت ايه شبعت ولا ايه؟ لا لسه، هو اللي يقعد معاكوا يشبع ابدا؟ طب كل 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 اخويا كل كل. لو احتجت اي حاجه ما تنكسفش يا عبد الموجود. ربنا يجعله عامل يا معلمي ويديم المحبه. مع الف سلامه يا اخويا، ما تنساش بقى اللي وصيتك عليه. اطمني وحطي في بطنك بطيخه صيف. ما انحرمش مني. تسلم لي يا عبد. خرب بيتك بقى، الجعر ده هو اللي دخل مزاجك؟ ما الرجاله قدامك يشرحوا القلب. هو انت يا بنت مخك على طول شاطح كده؟ امال كان عندك فوق بيعمل ايه؟ انا يا اختي كنت بنزغطوه ونظرفوه باللي فيه الاسم. وعلى ايه ده كله؟ مش عسكري الحته يا بنت، ولو فتح حنكه بكلمه الكراكون كله هيتقلب عندنا هنا. واتفقتي معاه؟ ايوه عليكي، انت مش شايفه خارج مدهول من كتر الاكل؟ اتاريه منيل على عينه خارج وكرشه قد كده اهو. هو انا كنت عاوزاكي ليه؟ ايوه افتكرت، احنا يا اختي مش هنسحبوا الوليه نازله على هنا، ده الزباين زهقوا من الوشوش اللي عندنا. أنا بس قلقي من المخفي عرابي ده، لو رجع وشافها هيعمل لنا مصايب بسبب. وهو فين عرابي؟ ده من ساعة ما سافر يا اختي لا حس ولا خبر. ولا التاني راخر حسب الله اللي بقاله شهر وجمعتين لا بعت مرسل ولا بعت حاجة. تلاقي يا اختي عينه زاغت على واحدة من الخواجات اللي هناك. خواجات ايه يا موقوسة؟ ده حرب، هي في نسوان بتروح الحرب؟ ده هي مكفوفة دي ولا ايه؟ خلاص يا اختي خلينا في الجد. هتسحبي الولية نازلة؟ هنسحبها واني هنسيبها. انا بس مستنيه اما تجيلي برجليها نفتحوا معاها سيره القصه دي والقصه التانيه. مبروك، والله هتوحشنا يا ابراهيم افندي.
انا زعلان قوي انك سايبنا ومنقول. وانا منقول فين يعني يا فندم؟ ده انا جنب جنابك وكراكون اللبان مش بعيد. بكره تقول حقي برقبتي. انت منقول لمنطقه اعوذ بالله منها. قصد جنابك يعني عشان البيوت السريه اللي فيها؟ هي بيوت سريه وبس؟ ده كلها واغش وقواضين وبلطجيه، يعني شقه. يعني طول الوقت هتفضل مشغول بمشاكلها، ناهيك بقى عن العواطليه اللي ملهمش شغلانه غير الخناق كل دقيقه. الله يطمن جنابك يا فندم، احنا ونصيبنا بقى. ابراهيم، انت هتفضل اخويا الصغير، لو احتجت لاي حاجه اطلبني فورا. مفهوم يا حضره الوزباشي؟ تمام جنابك. ايه ده يا واد عبد الموجود؟ واقف تعفر دخان عينك في الطريق العام وانت في الميري؟ لا مؤاخذة يا شاويش، اعمل ايه بس من وجع القلب اللي احنا فيه؟ وجع قلب؟ مش باين عليك يعني، ده انت حتى ما شاء الله الدم يبج من وشك والاشياء معدن. ما شاء الله يا شاويش، ما شاء الله. خلاص يا اخويا ما شاء الله، ما تعطيني مما اعطاك الله. اتفضل يا شاويش، عفر. ايه دي؟ علبة سجاير بزيه. اتفضل اتفضل يا شاويش. يدوم. اصلا سمعت المعاون الجديد ابراهيم باش ناوي ينقلك، فانا قلت اجي اشوفك مبسوط هني ولا ننفذ القرار. لا يا شاويش، لو النبي انا مبسوط هنا قوي، وحياة الميتين لك لا تقول لهم يثبتوني. يا واد يا عبد الموجود، ده انت متشحتف قوي. ما دام يا اخويا انت مبسوط هني ابسطنا معاك احنا كمان واحنا نثبتوك. الا ابسطك داني، ابسطك على الاخر. انا هروح اقول للجماعه ويومين ثلاثه بس انت اصبر عليا وانا ابسطك على الاخر. اقعدي بالعافيه يا معلمه. ايه يا خضوره، هو كان جرى ايه؟ ده احنا لسه في اول الليل والزباين هيبتدوا يهلوا. معلش يا معلمه، السماح النهارده اصل جوزي زمانه راجع من شغل. هو ما يعرفش انك بتشتغلي؟ اني مفهماه اننا بنشتغل في بيت جماعه خواجات، واني اتفقت معاهم ان احنا نرجعوا قبل الليل ما يمسي، وكمان عشان الحق اجيب حاجه للعيال يتعشوا بيها. طب والزباين اللي جايين دول مين هيعمل لهم العشاء؟ البركه فيك يا معلمه سكينه انتي والمعلمه ريا، هم هيلاقوا احسن منكم فين؟ اتمسوا بالخير. يسعد مساكي يا خضور. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك يا عبد الموجود. كنت عايزك في كلمتين يا ست رايا. اتكلم يا اخويا، مفيش حد غريب. يمكن مكسوف مني. ده انت الخير والبركه يا ست سكين. بس انا كنت عايزك في كلمتين بشأن الشاويش عبد المغني. ده يطلع مين الشاويش عبد المغني؟ ده روخر. ده الرئيس بتاعي في الشغل وممكن يقلني في اي حته، وكان ناوي النهارده على النقل. منصبتي؟ ينقلك ده ايه؟ لا لا يا عبد الموجود، ده انت الراجل بتاعنا، يعني ستر وغطى علينا. ايوه يا اخويا انت ستر وغطى علينا. امال واني لولا بس اني متجوزه كنت رحت خطبتك من امك. مش امك لسه عايشه؟ لا انا امي ماتت. عندك حد عايش؟ ايوه، جوز عمتي الكبيره نفيسه. عن امك اخوي يخليهولك يا اخوي. تعالى تعالى تعالى، انا مش عايزاك تحمل هم حاجه. هو احنا نقدر نستغنوا عن ضلك؟ تعالى يا عبد الموجود، تعالى تعالى خش جوه. تعالى يا اخوي، خش 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 خش. انا عايزاك تعكموا دول وتقول له المعلمه ريا عازمك تدوق طبيخها. ده انا عمري ما اكلت ولا اكل زي طبيخك يا معلمه. ده الشاويش مخه هيتلحس. بالهنا والشفا يا اخويا، مطرح ما يسري يمر. لا هو انتوا طابخين ايه النهارده لا مؤاخذه كده؟ ايوه، هو انت ما اتغديتش عندنا النهارده؟ والله ما انا فاكر يا معلمه. يقطعني يا اخويا، اخش اجيب لك كماله. يا عيني معلش، ما هم البوليس كده غلابه ما بيشبعوش. كده من الازازه على طول، ارحمي نفسك. قوليلي هو المنيل على عينه اللي جوه ده بيعمل ايه؟ بيطفح. هو على طول كده همه على الطفح؟ هو مش لسه طفح الدهريه؟ لا ده جاي بخصوصي عشان خاطر الريس بتاعه، خايفه اللي ينقل. ابتدينا بقى شغل القطاعين.
هو احنا ايه يا اختي قاعدين على تل فلوس؟ بكره يقول لك هاتي كمان للمأمور وابصر ايه؟ فكرتيني يا بنت، مش الظابط بتاع كراكون كرموز اتنقل هنا؟ احيه ده ما بيهمتش. ده عليه كل كبسه وكبسه نخرب بيته. يعني عشان كده بنقول عبد الموجود يبقى تبعنا وريسه يبقى في عبنا عشان محدش يهوب نواحينا. انا بس عاوزاكي تلمي ايدك شويه. متشكرين على النص يا اختي. قولي الكلام ده لنفسك بدل ما تضيع كل فلوسك على المدعو. يدوم يا معلمه. تعالى يا عبد الموجود، تعال خد لك كاس. استغفر الله العظيم، حد الله ما بيني وما بين الحرام. عشان خاطري يا جدع. عشان خاطرك؟ عشان خاطرك ده نشرب السم الهاري يا ست الكل. خد. خرب بيتك، على مهلك شويه. اديني كمان واحد. يشموا ريحتك في الكراكون يا منيل. انت يا اختي هتسكري لنا الحكومه، ما تتهجي بقى. هو ده العلوان. ايه ده كله، ايه ده كله؟ بجرية وسكينة عايشين في العز ده، واحنا ما نحتكمش على اللضع. ما انا قلت لك يما، قلت لك بلاش نعاود بلاش نعاود، ركبت دماغك وضيعت مننا اليغمه دي. ايه ده؟ يلا نعاود ونقول يا فكيك. اجمد يا خايف، احنا ملناش دعوة، احنا مالنا، احنا حيالله ضيوف. بقول ايه يا اخوي؟ هو انت ساكن هنا؟ لا انا بشتغل هنا. بيشتغل؟ هو ده مش بيت ريا وسكينه؟ ايوه. طب انت هتشتغل عندهم ايه؟ هم فاتحين مديريه. مديريه ايه يا اخي؟ انا بحرس لهم المكان. ايوه يعني هتشتغل عنديهم، وده عايزه نباها. وانت تطلع مين انت عشان تفتح معايا السيره دي؟ لا ده المعلم ابو العلا صاحب المطرح ده. بس المعلمه قالت لي انك ضرف الباب، لا مؤاخذه يعني، وانت ما حصلتش ضرف الصندوق. هي مين فيهم يكلمتك عندي؟ المعلمه ري. وقالت لك ايه؟ ابو العيل بطل شغل النصب ده، ويلا بينا يلا بينا نطلع لاخواتك. هو انتوا اخوات المعلمه؟ مالكش دعوه انت. بقول لك ايه، الشغلانه دي مش لوحدك، اني بالنص معاك. ماشي اطلع وانا هحصلك. ماشي اطلع. بس بطلع يا امه. انا المعلم ابو العلا اخو المعلمه، ودي تبقى امها. انعم واكرم لا مؤاخذه، اللي ما يعرفك يجهلك. وانت تبقى مين بقى؟ اني عبد الموجود، عسكري الناحيه. عسكري الناحيه؟ يا دي الهنا يا دي النور، ده احنا بيني وبينك هيبقى شغل زي العسل. اقعد، ده انا هنغنغك. انت لسه يا بنت بتشربي السم الهاري ده؟ اما ايه الشقه اللي مش على البال دي؟ حلوه ولا وحشه يا بنت بطني؟ ازيك ياما؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا معدوله. امال فين اختك يا اختي؟ يا مرحب يا مرحب ياما. عواتي كده ليه يا اختي؟ ريا ازيك يا ريا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فيك الخير؟ بتسألي على امك، مش زي البراوية اللي ما بتدورش غير على مصلحتها دي. يوه ليه بس كده ياما؟ لزوم الكلام ده بقى؟ ما انت خلاص ما عادش يجي منك رجا بعد الخمرة ما لحست نافوخك. كلامك زي عدمه، ده مرة عيانة بدماغها. سيبك منها. ابو العيلة ما جاش وياكي؟ ابو العيلة متلجح تحت مع واحد معرفة، جاب له وهو نازل من عندكم. على الله يقدر يعمل معاه شوية شغل. وبعدين؟ بس لقيته راح منطور وقال لي خلاص يا معلم ابو العلا، خليك انت ببيتك او حقك هيجيلك لغايه عندك، والحكومه مسؤوله قدامك. وبعدين انت عملت ايه؟ ده جالي حقي ولا الحكومه سالت فيا. والله ده حرام، الظلم حرام. خد تعفر. لا ده واجب علينا، بس انا ماليش في الدخان.
يعني يرضيك كده يا شاويش عبد الموجود؟ ولا يرضي حد. يبقى انا لازم اخد حقي تالت ومتلت، مش كده يا شاويش عبد الموجود؟ بس احنا نواحينا مفيش دكانه بالوصف بتاعك ده. يعني ايه مفيش دكانه؟ دي كانت على الناس يا جسد الحاره الواسعه. قصدك على لا، بس دي مش دكان، ده مغلق خشب. يبقى الدكانه اللي ريحها؟ اي الدكانه اللي ريحها، بس مفيش دكانه في ريحها. يبقى الراجل سكه وطافش. ما كانش في دكانه في الناحيه دي من اصله. ابن الحراميه سك دكانه وبنى مطرح وبيت. يا خرب بيتك يا ابو العلا، يا فلوسك اللي راحت يا ابو العلا. ما تعملش في نفسك كده يا معلم ابو العلي، انا معاك لحد ما نشوف حل للحكايه دي. وبعدين ده انت من طرف المعلمه ري، يعني لازم اشيلك فوق راسني. خرب بيتك يا ابو العلا. قلت ايه يا شاويش؟ قلت لا اله الا الله، انا معاك لحد ما نشوف حل الحكايه دي. اهو ده العشام، انا استعوضت ربنا في حقي، وعشم كبير يا شاويش عبد موجود تساعدنا الاقي الحرامي ده واجيب حقي منه. الحرامي ما كلناسه. انت واد مش هتبطل شغل الخيمه بتاعك ده يا ولا العسكري؟ طب اتكسف على دمك، هتطلع منه بايه؟ ده يا ولا اللي بنصرف عليه، هتقلبه في اللي بياخده مني. هو اللي فيه ده بيبطله؟ ما هو طول عمره كده، يلف على اللي ما يسواش ويلف على الخيبانين اللي زيه. وانت يا وليه تقولي ده ابو العيله معاه واحد معرفه على الله يطلع بشغل معاه. ده انتوا بس حاطين رجلكم في المطرح، تجونا نصيبه. قال يا قاعدين. ما خلاص يا بنت انت وهي عاملين زي الكلب اللي جفش عظمه كده ليه؟ هو يعني كان حصه ليه؟ هو اللي عمله ابنك ده شويه ينصب على الولد العسكري عايز يجيب لنا نصيبه، يعملنا حلاوه موسم اللي ما يشتري يتفرج، وتقولي لي حصه ليه؟ يعني بقى هي دي المقابله اللي بتقابلوها لاخوكم؟ يعني اللي انا عملته ده عملته عشان مين؟ عشان نفسي؟ عشانكم. انا قلت خاوي الجدع عشان اشوف هو عارف عنيكم ايه، عشان لما تحصل اي حاجه اكون انا راجلكم. راجلنا؟ شلا يا راجلنا من امتى يا ابو العين؟ ما هو انا لو كنت سمعت كلام الناس وطخيتكم انتوا التانيين ما كانتش واحده قدرت تجيب عينيها فيا. اتنيل، لو انت ولا شايف حد قاعد بينا؟ مالك فازز علينا كده؟ اللي يشوف كده يقول راجل بصحيح. ما تفضوها سيره بقى، ابو العيله غلط ومش هيعمل كده تاني، مش كده يا ابو العيله؟ ايوه يا ايوه. ويعني هو كان يعني هياخد منه البيت الملك ولا الابعديه؟ كله عشان المصلحه. تاني هتقولي المصلحه؟ اقول ايه؟ عليكي وعلى اللي جابتك يا ريا. اسروا قومي يا اختي حطي لهم ياكلوا. لا انتوا ما كلتوش في الوابور؟ لا يا معدوله، ما كلناش في الوابور، ما كلناش من ساعه ما طلعنا من دارنا، ده احنا بنتنشأ على ريحه الزفر. ايوه سكينه، جعان اخوكي هبيان، هقع من جوعي. هم يبكي وهم يضحك. قومي يا بنت، قومي يا بنت حط لهم ياكلوا قبل ما ياكلونا. صباح الخير يا حاجة. لو انتي مقطورة جديدة ولا ايه يا اختي؟ مقطورة ده ايه؟ انت تعملش يا ولية في نوادرك بقى ده شكل مقطورة؟ ماني قلت كده برضو، اصل شايفاكي بتفطري يعني بايتة، قلت ده تعيين جديد ده ولا ايه؟ تعيين جديد؟ انت بصلي في اللقمة يا ولية، وانت بقى تطلعي مين بسلامتك؟ شغالة هنا؟ أني خضرة وسواعي يقولولي يا خضورة، ومسؤولة عن المطرحين دولي. يعني انت دلوقتي قاعدة في الأبعدية بتاعتي، نحب نتشرفوا ونتونسوا. أني المعلمة الكبيرة يا حرمة، يعني تختشي وانت بتتكلمي معاي. يا مرحب يا مرحب يا معلمة، أتاري بيتك كام بنور وفاجك. وانت يا خضرة مش عايشة هني؟ لا، أني واخدة مطرح في شارع عبد المنعم قريب من هنا.
ومتجوزة؟ الحمد لله، عندي جدعين، شعبان مكواجي طرابيش وكسيب، وعبد المطلب عربجي قد الدنيا متجوز وقاعد بره. ونعم ونعم. وريا بتديكي كام على كده؟ سواعي 5 أبيض وسواعي ربع ريال، وانا وبختي والرزق اللي بيجي. ربع ريال؟ يا نهارها مقندل، ربع ريال؟ داني اللي اسم امها كانت بتديني نص فرنك وسواعي. تحوشوا عني بنت الحرامية. لو انت كنت بتشتغلي معاهم؟ ايوه، لكن هنا بقى اني المعلمة وكلمتي هي اللي مسموعة. اسمعي، اسمك ايه؟ خضرة اللامي. شوفي يا خضرة اللامي، لو الفلوس اللي بتخشلك زادت عن ربع ريال ادهملي احوشهم لك. ايوه، يبقى برضو حوشتي قرشين للزمن. لا انا عارفه الاول اكفي روحي طلبات عشان احوش. بالاذن يا معلمه اروح اشوف شغلي. يا بنت اللئيمه، يعني مش هطلع منك بقرشين؟ ده اني كنت اتنقط. شوفي ياما، أنا لا هنلف ولا هندور معاكي، أنا هنجيلك دغري. خير يا ريا، في ايه؟ خير، كل خير ياما. بقى انت هنا ضيفة، انت وابنك ابو العيلة يومين كده 3، وبعد كده هتقعدي معانا تأنسينا بلقمتك وشغلك. لو انت مشيعالي عشان كده. ايوه، انا مشيعالك خصوصي عشان عاوزاكي في مصلحة. مصلحة؟ مصلحة ايه يا ام مصلحة؟ هو أنا بنقول في قصة ابو زيد ما بنقولك عايزاكي تشتغلي وياي؟ اشتغل معاكي ايه؟ ما انت عندك النسوان وبيشتغلوا لك كل حاجة، خصوصا الولية اللي اسمها خضرة دي، باين عليها شاطرة قوي ووعي. أنا مش هنشغلك شغلانة النسوان دي ما تنفعيش. على رأيك، هو أني ولفت على شغلانة غير دي؟ ما هو سبق واشتغلتها معاكي قبل كده في بيت الخواص. بنقولك ايه، بيت الخواص ده راح لحاله، أنا ما نحبش نسمع سيرته خالص بعد كده، عرفيها كده. امال عايزة تشغليني ايه يا معدولة؟ سحابة هتسحب لنا النسوان. اصلا صراحه الوشوش اللي هنا دي كلها وشوش عكره تقطع الخميره من البيت، ما فيهمش الا خضره. انا دلوقتي ما بقتش زي الاول، مش قادره انهض بالشغلانه لوحدي. سحابه؟ انت يا بنت اتخبطتي في نافوخك. سحابه ايه؟ دي شغلانه متعبه، وبعدين كمان ليها نسي. ماني هنعلمك ونوديكك وهنديكي اجره احسن من اي حته بره. الهي دي توكسي يا موكوسه، وبعت لامك عايزه تشوفيها وتشوف العز اللي انت فيه، وانا اللي قلت عليكي بنت اصل. اصل؟ نجيب يا اختي منين الاصل؟ بنقولك ايه، هو اكل وبحلقه؟ ده ايه النصايب دي؟ بقولك ايه يا بنت يا ريا، اني هعود تاني على كفر الزيات، واوعي تشيعيلي الا يعني اذا كان في حاجه مهمه. بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك، براحتك. سكينة مين؟ أنا أبو العلا. عاوز يا ابو العلا؟ افتح يا سكينة. يوه، عاوز ايه؟ مصحيني من نومي ليه؟ وانا نقف نتكلم على الباب. عايزك في كلمتين سر. دخليني. والكلمتين السر دول ما ينفعوش يستنوا ما يصبح الصبح. لا، اصل امك عايزه تعاود الصبح. واني دخلي ايه في الحدوته دي؟ دخلك ايه يعني؟ دخليني. خش.
انا عارفه انت ما يجيش من وراك غير وجع الدماغ. عاوز ايه يا ابو العلا؟ مش انا اخوكي وقلبك عليا؟ وده بصفه ايه يعني؟ بصفة ايه لحمك ودمك يا سكينة. عاوز ايه يا ابو العلا؟ تعالى لي دغري، انا عاوزه نتخمد. حياة ابوك لا تخلي امك ما تعوزش كفر الازيزات دي تاني. ما حدش هيشغلني دي بلا فمكر. ما انت سمعتك زي وشك، ما حدش هيشغلك عشان انت حرامي خايب. وانا جاي لك زي الغرقان اللي متعلق في قشايه تكسر بخاطري. خلاص ما تعيطليش زي النسوان. عاوز ايه؟ عايزك تخلي امك ما تعودش كفر الازيات دي تاني. عايزين نتمتعوا بخيرك. بلا نيله، هي كحكه في ايد اليتيم عجبه. امك بدل حكمت رايها هتعاود، ما بقاش يجي منه يا ابو العلا. طب شوفي لي قرشين معاكي، انا واقع في عرضك. خد، بس يكون في معلومك دي اخر مره. بدل ما يصرف عليا نصرفاني عليه. قطيعه ان شاء الله. خليك يا اخويا على كام ده؟ شيلي ليه؟ ايه ده انت مغلواني قوي. عجبك؟ ايوه بس غالي. الغالي يرخص لك يا حبيبتي. ايوه عليكي. لا ده انت نشنتي غلط. انت يا حبيبتي اللي فهمتيني غلط. اني غرضي لو عجبك اوصله لك لغايه عندك. انت دلاله. طب مش كنتش تقولي ده؟ افتكرتك البعيده مره سحابه. فشر يا اختي، محسوبتك نبويه بنت جمعه، اشهر دلاله من كرموز لحد اللبان. انا ام اكرم يا حبيبتي. نشوفوكي ازاي بقى؟ اديني انت بس العنوان واني اجيلك لحد عندك. واقف كده ليه؟ ما تتفضل يا الدلعات. اسمك ايه يا حلو؟ يلا حلاوته زياده. اسمي خضرة، وبيدلعوني ويقولوا لي يا خدورة. احنا هنفضل نتكلموا كده في السكة؟ امال نتكلموا فين بلاف يا طعم؟ انت شوقك ايه؟ مية ولا دخان؟ هو المعلمة بتاعتك اسمها ايه؟ أنا معلمة فيهم، راية ولا سكينة؟ الله 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 الله، ده الشمل اتلم بقى. الحمد لله على السلامة يا حسب الله. ألف حمد لله على السلامة يا أخوي. ازيك يا راي؟ الله، يعني أنا أسافر وأرجع ألاقي القرش يا معدن كده؟ أنت وصلت إمتى يا أخوي؟ لسه واصل تو، بس بقول لك يا ريا ميت من الجوع. من هنأكلك يا حبيبي. أنت واقف كده ليه؟ ما تيجي جوه. مش كنت تقول إنك تبع المعلمة راية؟ جرايه حرم، ما تروحي تشوفي شو. يا غلبك يا راية، حسدوا الأقرع على شعره. خالتي عايزة يا بت؟ ابويا رجع يا خالتي. عبد العال رجع معايا بت؟ عبد العال؟ ما نعرفش. لا. وابوك فين دلوقتي؟ اوه، لا قابلته ولا شفته. ازاي ما شفتوش يا حسب الله؟ هو مش كان معاك في السلطة؟ وانا مالي، انا كان معايا ولا مش معايا؟ وبعدين ده سافر قبلي ما اعرفش مكانه. قولي الحقيقة يا حسب الله، عبد العال جرى له حاجة؟ يا ست قلت لك ما اعرفش اي حاجه عنه، زي ما قلت لك بالظبط. اصوم لا مؤاخذه، بيودوا كل واحد فينا في بلد. طب ليه انت رجعت وهو ما رجعش؟ اصلاني وحشته، ما قدرش على بعد، خد بعضه وجه. مش وقت هزار يا راي. مين دي اللي بتهزر؟ انا ما بنهزرش. لو انت فاكره انني ما وحشتوش تقول لها يا راي. زي ما اختك قالت لك كده. وبعدين لا مؤاخذه، انا شفت هناك حاجات يا ابويا يشيبوا لهولها الولدان. اسم الله يا اخويا، يعني انت تفتكر ان عبد العال جرى له حاجه؟ علم، بس انا لا مؤاخذه كل اللي اعرفه
ان الحرب خلصت. أنا بنقول لك إيه، لو تعرف حاجة ومخبيها قول لنا. قاعده ببنتك كنت نعرفه اي حاجه، اختك دي مره طاقه ومجنونه، سيبك منها. الا قولي لي، يا عامله معاك ايه في الشغل؟ سمنة على العسل. تلاقيها بتبعتر الغله يمين وشمال، ما انا عارفها. احنا بنقسمه بالنص، كل واحدة متكفلة بروحها. وانتي بيطلع لك كام كل يوم؟ نص جنيه في اليوم. نص جنيه؟ اوعى تكوني بتصرفيه كله. وانت شأنك ايه؟ ما انت سبتني ورحت. يعني كنت عايزاني لا مؤاخذه اقعد زي الولايه من غير لا شغله ولا مشغله؟ بقول لك ايه، انا ما احبش حريم تصرف عليا. من امتى؟ وحوشتنا كام على الغيبه الطويله دي بقى؟ ولا حاجه، يا دوب اللي كان بيدخل لي على قد المزاج والشاي والدخان، واديني شايفاني زي ما رحت زي ما رجعت، ده انا راجع مقشفر كده. ما تشوفي لي كده حاجه معاكي. انا اللي معايا على قد الزمن ده، انا عايزه نجيب لي حتتين صيغه مانيش عارفه. يا سلام، يعني انت لا مؤاخذه تلبسي الصيغه وتتسيغي وانا امشي مبهدل من غير حتى حته هدمه نظيفه؟ كل ده عشان ايه؟ المعلمه ريا راحت، المعلمه ريا جت. لا وجعك قوي المعلمه، ولا يكون عندك فكر. يعني هنكلم لك نبويه الدلاله، وهنقيفوك ونلبسوك ونخلوك معلم معلمين حي اللبان. قلت بقى اصلاني بقى. شفتي اللي عمله فيا عبد العال يا مريم؟ مات وسابني. اخصى عليه، ملوش حق، ما كانش المفروض يعمل كده. انتي بتتريقي عليا يا مريم؟ عايزه انا اقول لك ايه؟ ما انتي من ساعه ما جيتي ما بطلتيش عياط وقلبها محزنه، اهو مات زي اي حد. بس عبد العال مش اي حد يا وليه. طب مين بس اللي بلغك انه مات؟ حسب الله. ما حدش. يعني ايه؟ شمتي على ظهر ايدك انه مات؟ ايوه. الهي تتوكسي يا سكينه يا بنت همام اكتر ما انتي موكوسه. كل الحاجات دي يا ام بديعه ده كتير قوي، وهتقدري تسددي يا اختي؟ ماني هنديكي كل شهر جنيه. جنيه مش هنقص، الا التجار لما ما بنقدرش نسدد بيزودوا عليا يا اختي. بس الحاجات دي تيجي بسرعه يا نبويه، الا الراجل راجع من السفر وما حطوش غير الجلابيه اللي على جتته. ليه يا اختي؟ طلعوا عليه حراميه؟ حراميه ايه يا مره؟ ده كان في الحرب. هو جوزك بيشتغل ايه؟ وانت مالك يا وليه؟ ما تخليكي في دلالتك، قطيعه واكل وبحلقه. احي، ده هم متلتل يا اختي، وانت هتقدري على كل الطلبات دي ازاي؟ ده انت حالك واقف وجوزك ما بيشتغلش وراق. طب دبريني يا معلمه نعمل ايه؟ ماني قلتلك تعالي اشتغلي ويانا واني نطلع لك قرشين. لا يا اختي انا ماليش في الحاجات دي. حاجات ايه يا مار؟ هو اني بنقولك تعالي اشتغلي في المسخره والخبز؟ اني بنقولك تعالي تونسي وتحكي مع الزبون، ياخد له كاسين يشرب له حجرين اتكل. ما هاني خايفه عربي يرجع يلاقيني بنقعد مع الرجاله يزعل. هو فين عربي ده؟ وحد عارف له سكه؟ ما هو مادام جوزك راجع يبقى هيرجع، وبيني وبينك بنقول اياك ما يرجع. ايوه، واني اللي كنت فاكره انك بتحبيه وزعلانه على غيبته. ما هو لو زي ما بتقولي كده ما كنتش نستنى مع جوزي يوم واحد. هي ايه يا اختي الحكايه؟ ما ترسيني، ده انت جوزك عيان وما بيقدرش يقوم من السرير. ما هاني على ذمته ولازم نقوم بكل طلباته. قلتيلي. امال ايه عربي ده بقى؟ حكم القوي على الضعيف. يا 300,000 حمد لله على السلامه يا ابو الرجوله كلها. مرحبا، ازيك يا عصام الله؟ رجعت امتى؟ ادي لي كام جمعه. ليك وحش والله. ما قلتليش كنت في انهي حرب؟ مش كنا بنجيبه في سيره القط؟ قصدك مين؟ المنيل على عينه عرابي. عرابي؟ هو روخر رجع؟ اهو قاعد بره مع حصبان. ما قالكيش عبد العال رجع معاه ولا لا؟ ما نعرفش يا اختي، انا لسه ما اتكلمتش وياه، حتى مش عارفه هنعمله معاه ايه.
هيبقوا كفايه علينا عبد الموجود او برضه يبقى تحت ايدينا، ولا انت رايك يا سكين؟ ايوه عليكي يا وليه، فوقي لي مره بقى. كنت فاكرك هتساليني عن جوزك. يعني ما تعرفش حاجه عن عبد العال؟ ما انا سابق وقلت لك ده حرب، هي لعبه؟ ده ودوا كل واحد على بالك، العالم كله بيحارب بعضه. قول لي يا حسب الله، انت فاهم مين كان بيحارب مين؟ ايوه طبعا يا جدع عارف، الالمان بيحاربوا الانجليز. احنا بقى كنا مع مين؟ احنا كنا مع عبد العال واحمد رجب. شوفي يا ام بديع، اني مش هنقدر نيجي هنا تاني يا اختي. لما تعوزي حاجه شيعي لي على بيتي. ايوه ليه يا اختي كفالة الشر؟ خدي الاول هدوم الدلعه دي جوزك اهي. سيبك من هدوم الدلعه دي جوزي وقولي لي، انت سمعتي عني حاجه كده ولا كده؟ لا ده انا كنت نزعل قوي. لا يا اختي مش زي ما انت فاهمه، اني بس خايفه للمخفي عرابي يدور يلسن عليا. وانت مالك وماله؟ اسمعي انا عايزاكي تقولي لي الحق، انت في بينك وبينه حاجه؟ أنا زي أختك وجربيني، أنا مش عايزاكي تخافي مني ولا تختشي أبدا. يا أختي ده أبو حمادات، وأي حاجة بيقولها الناس بيدوروا بيها. ما تجيلي دغري يا بت، وبلاش أمور اللوع بتاعتك دي. أصل في جدع اسمه الشربطلي ساكن في ريح أمي في باب سدرة، متجوز واحدة اسمها توتة إلهي ما توعى، لسنت عليا وقالت إني نعرف جوزها وماشية معاه. وعربي ماله مال القصة دي؟ ما هو عربي مالي المسكوبية بقصة غرامه مع نازلة أبو الليل، واني ست متجوزة والعيون رصداني ومش عاوزة مشاكل. ده انتي تيجي وتقعدي وتتستتي ورجلك فوق رقبته ولا يقدر يفتح حنكه بنص كلمة. ازاي بس يا ست ريا؟ هنلبس طاقية لخفة ماني هنخش ونخرج قصاد عينه. مالكيش انتي دعوة، سيبي لاني الحدوتة دي. ده انتي في بيت ريا يا بيت. خالتي عايزه ايه يا مسغوده؟ في راجل واقف تحت معاه خرج ملان على طمة عينه. واني مالي وماله يا بت؟ ما هو عايزك وبيسأل عليكي. طب روحي واني جايه وراكي. لا هتيجي معايا عشان هو قال لي كده. روح يا بت وانتي لازقه كده. طب اديني مليم. واحد سيدي عماد تديني مليم، واحد سيدي عماد تديني مليم احمر. طب تعالى ما نشوف المصايب اللي بتتحدف علينا دي الاول. تعالي. هي دي خالتي. خير تعوزني؟ انت ست سكينه؟ ايواني في ايه؟ عاوزك تشد حيلك. تشد حيلي؟ قصدك ايه؟ عبد العال مات؟ عبد العال مين يا ست؟ امال مين اللي مات؟ جوزك احمد رجب. يا اخويا وقعت قلبي. احمد رجب اللي مات؟ هو مش ده جوزك؟ ايوه جوزي. انت كنت معاه؟ سافرنا مع بعض وكان راجل جدع وابن حلال الله يرحمه. بنقول لك يا اخويا، ما قابلتش هناك جدع اسمه عبد العال؟ محمد عبد العال. لا ما قابلتوش. المهم احمد وصلنا الله يرحمه ان اسبب الخرج بتاعه. هو فين؟ كان هنا. هو ده؟ ايوه ده. وسبب كمان 10 جنيه دي اخر حاجه كان يحتكم عليها قبل ما يموت. ما قالكش حاجه تانية؟ قال لي بلغك انه مبسوط قوي انه مات وانت على ذمته، وما حبش حد في الدنيا دي غيرك انت. طب هات يا اخويا ال10 جنيه، هات. الحقيقه ابقى من ميت. انت ايه اللي عاملاه في نفسك ده يا بنت؟ ده اللي يشوف كده يقول كنت ميته في دباديب. اشحال لو ما كنتيش مبهدله وكرشه وعارفه عليه راجل تاني. اسكتي يا رنا، اسكتي لاني مصرني منحاش وبنتقهر كل ما بنفتكر.
ده تلاقيه رمى نفسه في النار عشان قلت له مش عاوزة نشوف وشك تاني. موت نفسه عشان ما يبقاش بيني وبين عبد العال. انت اللي طول عمرك خايبة ترمي المنفعة وتدوري على اللي ما يساويش مليم احمر. قصدك على مين يا ريا؟ عبد العال؟ ما تقوليش عليه كده، ولا انت عاوزة تنكدي عليا تاني؟ عبد العال ده مفيش زي داني، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل زيه ابدا. يا غلبك يا رايا، هو انت يا اختي عاملاها محزنه ولا قلبها فرح؟ انهون اللي قاطع فيك، الميت ولا الحي؟ ده امور الجنان اللي انا فيها دي. انت قصدك ما تعرفيش عبد العال، ده حنين قوي وحضنه حلو. انا من ساعه ما عرفته عمري ما حسيت انه طمعان في قرش. انت بس اللي لما بتعشقي بتخيبي، بكره لما يرجع تقولي يا ريت اللي جرى مكان. بس هو يرجع. محمد اخويا، ازيك يا محمود؟ الحمد لله على السلامة يا محمد. وحشني يا ولد. وحشتني يا اخويا. وحشني قوي، وحشني. ازيك يا سي محمد؟ الحمد لله على السلامة يا اخويا. ازيك يا رضا وازي امك؟ بخير يا اخويا، ان شاء الله تسلم. تعالى يا محمد اقعد. تعالى يا اخويا اتفضل. حضر لنا لقمة يا رضا. تلاقيك ما دقتش السفر من ساعة ما سافرت. انت بتقول فيها ده انا معدتي اتهرت من الرز والعدس. اسخن لك حبة الملوخية اللي فاضلين من الدهرية، وكمان في ورك ارنب من بختك. ماشي يا رضا، ربنا يكرمك ويكرم اصلك. سخاني. احكي لي بقى، انت كنت فين وعملت ايه؟ ده انا قلقت عليك يا جدع. اسكت يا محمود، ده انا شفت ناس مصريين من كل بلد بيشتغلوا هناك، تقولش ده شليون واحد يا هلا. ياه، وكنتوا بتعملوا ايه؟ وعايشين ازاي؟ كنا بنمد سلاك التليفونات ونشعلقها على العواميد، ونحفر بيار، وننظف سواها كده يعني المطارح من الزباله. لا، كنت في انهي بلد يا محمد؟ كنت في فلسطين. قعدت كده قول بتاع شهرين، وبعديها يا اخويا خدونا وصفرونا على العراق. عينك ما تشوف الا نور يا هلا. بقت القنابل تدق علينا من فوق ومن تحت، تقولش طربات يا هلا. ياه، وعلى كده كانوا بيدوكوا فلوس؟ امال بنشتغل حسنه. كان كل واحد مننا بيصرفوا له 8 قروش، وصرفوا لنا كمان بلطو وجزمه وبدله عسكر وبطانيه. بس كله راح. الزنبيل اتسرق مني في القطر. عارف كان فيه ايه كمان يا ولا؟ كان فيه سمن وعدس وبصل. أنا محروق عليه قهوه يا ولا. ياه، يلا مالكش نصيب فيه، ربنا يعوض عليه. بالك يا واد يا محمود، لما كان الليل بيتمسى علينا كنا بنسمع غنى يقطع القلب. كان المصريين يتلموا كده حوالين بعضيهم يعملوا سهراي. كانوا يقعدوا يقولوا بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي السلطة خدت ولدي، بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، ولدي يا ولدي السلطة خدت ولدي. الملوخية يا سي محمد. امال فين ورك القلب؟ كلت القطة ولا ايه؟ لا انت ما تعرفش ان احمد رجب مات في الحرب. مات؟ امتى ده حصل؟ من مدة؟ الخبر جالها اديله جمعتين. ما الحرب دي خدت في سكتها ناس ياما. بتقول ان الراجل اللي بلغها بخبره قال انه كان مستبيع ومش باقي على الدنيا، زي ما يكون مش عايز يرجع. ما هو اللي ما كانش عايز يطلقها وراكب دماغه مش عارف ليه. أنا اللي نفهمه ان الراجل لما يحس ان الحرمه بتاعته مش عايزه تعاشره ولازم يطلقها، والا يبقى كروديا وغاوي. غاوي ايه؟ غاوي يلبس ورود عدم المؤاخذه. واذا كان بيحبها ومش قادر على بعدها، وده يبقى اسمه راجل؟ ده راحت فين كرامته؟ راح فين الزبيب من غير مهلبيه؟
طبعا، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت بتقول كده اكمنك متاكد ان هي بتحبك وشارياك من فوقك لتحتك ومستعديه تبيع الدنيا كلها عشان ترضى. ما هي اللي مش عايزه تسمع الكلام وتسيبها من اختها وشغل اختها وتبعد بقى عن الشغل البطال ده. لما هينوبك ثواب يا عبد العال، اعقد عليها وهي هتبقى من ايدك دي لايدك دي. وانا مستعد. كلام رجاله يا عبد العال. كلام رجاله يا مريم. طب ما هي السكه سالكه اهي قدامكم، واللي كان واقف بينكم كلوا الوبا. قلت لي العنوان فين؟ مش هتعرف توصل له، استنى ما نقوم معاك نوصلك ونشقه على صاحبتي. عواف يا شابة. يعافيكي يا معلمة. امال سكينة فين؟ معها ناس حبايبها في الأوضة دي. طب شوفيها لي وحياة عين. حاضر. ايه رايك اني هنستخبى؟ الدرا ما نضحكوا شويه. يبقى الدرا في الزيت. يا راجل الدرا ورا الحيط. مريم، ده ايه الشقة الحلوة دي؟ نورتي المطرح. ده نورك يا طافية، نورك. ازيك يا بت؟ تعالي تعالي ما نقعدوا جوه. استني، ده انا جايبه لك واحد هيموت ويشوفك. ايه اللي بتقوليه ده يا مريم؟ انت جايبه لي راجل؟ امال هتفضلي قاعده كده؟ انا ما فيش في ضميري غير عبد العال. طب شوفيه يمكن يعجبك، ده مستعد يتجوزك دلوقتي حالا. انت ايه حكايتك يا مريم؟ سبتي كار القهوه وهتشتغلي خطبه؟ ماني صعبان عليا حالك وعايزه نجوزك، وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. طب سيبك يا اختي من اللي بتقوليه ده وتعالي ما نقعدوا في الاوضه. يوه، وهقول ايه للجدع ده مصمم يشوفك. بنقول لك ايه، هاتيهولي لما نديله باللي في رجليه على وشه عشان يغور. خلاص نندهله واصطفلوا مع بعض. اطلع وبان عليك الامان. سكينة، سكينة قلبي، سكينة. وحشتيني يا سكينة، وحشتني المهلبية بالزبيب. عبد العال، عبد العال يا حبيبي، يا عبد العال يا نور عيني، يا حبيبي يا اخوي عبد العال، سلام يا الف بركه. انا مش عارفه نعمل ايه. بقول لك ايه، انا هنعمل ليله تتحكى بيها اسكندريه كلها. ايوه اسكتي، مش الزنبيل اتسرق. تعالى ما تتكلمش، تعالى. لا مؤاخذة يا مريم. خيبك حر، الولايه عقلها اتلحس. يا مرحب يا مريم، واقفه يا اختي عندك كده ليه؟ مستنيه الكهرباء؟ ما تخش. هو مين الراجل اللي المره سكينه صاحبها على جوه ده؟ دي كانت ليله سودة. والله ليله سودة بجد. حد يعمل كل الاكل ده والناس مش لاقيه تاكل؟ ما هم لهم حق يقتلوا بعض. ده كان في عربيه اسعاف. عربيه اسعاف ايه؟ 3 عربيات. ايوه، ما كانوش ملحقين يودوا الناس لاسبيتاليا ويرجعوا. بيفكريني بكره نروح لاسبيتاليا ازور عرابي. احيه، وهيكون حد ضرب؟ لا، دي طبليه طارت في نافوخه. الا قولي لي، هي اختك جابت الفلوس دي كلها منين؟ ده كانت عامله اكل يا سيدي الطرطوشي يكفي قطه. تلاقيها كان نزلت من شقاكي عشان تبعتره على حبيب القلب. يا راجل ما تظلمهاش، ده فلوس كان باعتها لها احمد رجب. اللي هيجحمه مطرح ما راح مش هيورد على جنه. يا اخويا افتكر له الطيب. انهي طيب؟ يعني يرضيكي يبعتر فلوسه على مره زي اختك؟ طب قولك ايه بقى، ده راجل مجدع. ما هو الراجل لما يحب واحدة وخصوصي لما تبقى مراته ما يستخسرش فيها، يبقى عايز يديها حباب عينيه. ما علينا ما علينا. اظن بقى سكينه والمهروس عبد العال ما بقى لهمش حجه. حجه في ايه؟ حجه في ايه؟ يتجوزوا يا ام عقل وزن بلد. اي مش فاهمه انت ايه اللي تعبك من ناحيته، هم حرين. لا مش حرين. الله،
كل المصايب اللي حصلت دي حاصله بسببه. وبعدين انا ايه اودي وشي من الناس فين؟ اقول ايه للجيران؟ ده انا رقبتي بقت قد السمسمه، مش قادره اقيم عيني في حد منهم. السكينه ما تخصكش يا حسب الله. لا تخصني يا ريا، انا كبير العيله وهي اخت مراتي. الله، ولا انت عاجبك ان شرفي يندس؟ شرفك يا اخويا، سيب الشرف لاصحابه. ايش حل لو ما كناش دافنينه سوا؟ سلامات يا ابو شرف. خير يا معلمه، جايباني على ملا وشي ليه؟ تعالي اقعدي تعالي. بيتي يا رز، اعملي لنا حاجه نشربها. حاضر يا معلم. تعالي اقعدي يا اختي تعالي. في ايه يا معلمه؟ قلقتيني. اني جايبه لك خير هيعم على الكل، وهتستيغي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. ماني قلت لك يا معلمه اني مش هنقدر نيجي نشتغل طول ما المخفي عربي ده هنا. مش دخل اسبيتاليا، اسكتي ما دريتيش. دخل اسبيتاليا. اسبيتاليا ايه؟ بيشتغل فيها؟ بيشتغل ايه؟ ده اتفتح قرنه. البنت سكينه كانت عامله ليله، قاموا على بعض خناقه بعيد عنك. لبست فيه طبليه فرقعت نافوخه وهو مرمي في الاسبيتاليا. الهي ما يوعى يخرج منها. ايوه، ده انت باينك محروقه منه قوي. راح لامي يا معلمه، قال لها ان الشرباطلي واخد لي مطرح في مصر، وقال ايه بنروح له كل حبه. يقطع سيرتك. لو انت يا بنت بعد كل ده ما انتش حاسه انه بيحبك، ده متداهل. حب بورس. الهي ما توعى ولا تستوعى يا عربي يا ابن الصرمه. سيبينا بقى من ابن الصرمه، احنا مش هنفضل نايمين وقايمين في سيرته. دلوقتي اني البيت شغال كويس، والمطرح الرجل راحه وجايه فيه، واني صراحه كده اني عايزه نغير الوشوش العكره اللي عندي كلها. قلتي ايه؟ محمود، ازيك يا محمود؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا هلا؟ ازيك يا اخويا؟ ايه الطلة الغريبة دي؟ مش عوايدك يا ولا خير؟ ابقى فوت عليا بعد الشغل. في حاجة؟ عايز اخد رأيك في حكاية كده. حكاية ايه؟ مزنوق في حسبة ولا حاجة يا ولا؟ لما تيجي بقى واعمل حسابك هتتعشى عندنا الليلة. رضا عاملة بصار. انت هتتوهني ليه؟ في حق امك جرالها حاجة يا ولا؟ جرايه يا محمد. انت ايه؟ مش عايز تتعشى ببيت اخوك؟ امك جرالها حاجة يا محمود؟ امك بخير، المهم انت ما تتأخرش. ولا نقول لك انا هنستناك اول العمار، اني والحمار. تصحى كويس. يعني ايه يا عبد العال؟ مش هتتعشى معايا الليله دي؟ ما انا قلت لك يا سكينة هاني هنتعشى عند اخويا محمود. طب ما تروح تشوف هو عاوز إيه منك، وبعد ما تخلصوا كلامكم تعالى اتعشى وياي. وانت عايزة محمود يزعل مني؟ ده مكلف نفسه ومراته طبخت. يعني هي طبيخها احلى من طبيخي؟ وانت طبيخك يعلى عليه يا مهلبية انت. مش الغرض يعني، بس مجية الواد محمود لحد الشغل عندي وراها حاجة. اصل الواد ده انا عجنه وخبزه كويس. طب ما تتأخرش، أنا مش هنام إلا لما ترجع. فريرة، هو الزبيب يقدر يتأخر على المهلبية؟ طب ما تعوقش. تعالى يا محمد. ايه ده؟ ابتديت ترشح ولا ايه؟ انت مش عزلت خلاص؟ افتح يا رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رضا؟ إن شاء الله تسلم يا سي محمد. تعالى يا محمد، اعمل لنا كوبايتين شاي يا رضا. حاضر. ايه بقى الحكايه اللي عمال تلف وتدور حواليها دي؟ ما قلتني يا قال. خد عفر الاول. اتفضل. حشني دخانك يا ولا. دخانك هو اللي بيكيفني يا محمود. ولع. يا مرحب ولع. يا سلام، دخانك هو اللي بيكيفني يا ولا. انت ايه حكايتك يا محمد؟ ناوي تقعد على ده الحل لحد امتى؟ اللي هو ايه يا ولا محمود؟ امك كانت شيعت لي من البلد وطلبت مني ادور لك على عروسه. عروسه؟ أنت مش هتتعشى الأول يا سي محمد؟ لا كتر خيرك يا رضا، ربنا يجعله عامر. قلت لك اعمل لنا شاي. طيب. يعني ان جبت الحق ما كدبتش خبر،
فوصيت رضا، ومن بختك الحلو لقيت لك عروسه هتعجبك قوي، بنت عمها لزم. ايوه بس انا مش عايز نتجوز. ايه اللي بتقوله ده؟ انت عاجبك عيشتك كده ولا انت ناوي تعيش عازب على طول؟ انت حاطط عينك على حرمه. بالظبط يا علي، بس مش زي ما انت فاهم يعني. يعني ايه مش فاهم؟ اتفضل. شكرا. تسلم. تسلم. قرب شويه يا علي. أنا بصراحة كده على بنحب واحدة وداخلة مزاجي. لو فكرت نتجوز مش هنتجوز غيرها. ما جبت لي السيرة يعني؟ انت عرفتها بعد ما رجعت من السفر؟ لا، عرفتها من قبل ما نسافر السلطة. اسمع، حسك عينك تجيب سيرة الكلام ده لأمك، وأني بإذن ربنا كده هنفهم أمك كل حاجة وحرتها. خلاص، مادام اهلك عاوزين يجوزوك يبقى نتجوز. اهو ده كلام يا سكينة، والزبيب يسقط على وش المهلبية. أنا كنت راكبة دماغي يا عبده، وكنت مأجلة الموضوع عشان سي حسب الله ده ما يفكرش إنه يقدر يمشي كلمته علينا. بس أنا بيني وبين ذات نفسي كنت عاوزة نتجوزك، ويوم ما طلبت من أحمد إنه يطلقني الفكرة كانت تقف نافوخي. يا سكينة بس أنا ليا شرط. شرط؟ أنت هتشرط من أولها يا عبده؟ ما هو اللي أوله شرط آخره إيه؟ نور. أهو كده المهلبية لقت الزبيب. أنت تسيبك من شغل أختك ده ونبعد عن البيت ده ونبقى في حالنا، والباب اللي يجيلك منه الريح نسكه بالضبة والمفتاح. لا، أنا ما نسيبش تعبي وشقايا لرايا وحسب الله يتمتعوا بيه. عندي ليا نص الشغل هنا. مالي بنشتغل يا سكينة. وهو يعني اللي هتاخده من شغلك هيكفينا؟ ده يا دوب يجيب نص كونياك. ما هو ده الشرط التاني لا مؤاخذة، أنا مش عايزك تشربي. وانت يعني هتقدر تبطل شرب يا عبده؟ وبعدين أنا ماليش مزاج في الدنيا دي كلها غير الشرب. عاوز ليه تحرمني من مزاج يا عبده؟ معاش ولا كان اللي يحرم المهلبية من زبابة.